مبروك امبارح فزنا على مدياما 1-0 وتحقيقنا اول فوز في غانا. مبدئيا كده اللهم صل على النبي على مصطفى شوبير، واستغفر الله العلي العظيم على اللي بيشوفه من محمد هاني. مصطفى شوبير امبارح وحش، كرات عرضيه بيشيل المهاجمين بتوع مدياما. امبارح كان بياخدوا مثلا محمد عبد المنعم ويلفوا بيه بسذاجه رهيبه جدا، لكن وحش عندك في الجون. الجماعه بتوع سيراميكا كليوباترا كان عينهم على مصطفى شوبير، فاحنا كنا هنلبس محمد بسام ده بما يرضي الله. الحاجة التانية بقى، امبارح محمد هاني كان بيرتكب كوارث وفضايح في الخط الخلفي والخط الامامي. الخط الخلفي امبارح لعيب او جناح مدياما كان بياخد محمد هاني وبيعدي منه من على الخط، يعني لولا الواد محلول كنا ممكن نتشحن جون ولا حاجه. الحاجه التانية، احنا طالعين مثلا 3 على 3 في الخط الامامي، يعني الكره تروح لبيرسي تاو مرتاحه وخلص بقى وينجز، لكن لا، الناس لازم بره تستغفر وداخلين على الشهر الكريم يا كابتن محمد هاني وارحم ابونا. الحاجه الثالثه بقى، علي معلول امبارح برضه كان هيلبسنا ضربه جزاء، وتحس ان الخط الخلفي بتاعنا امبارح، يعني احنا الجماعه دول نسيناهم في الطياره او قلبين على مصر الطيران، فالخدمه كانت امبارح سيئه جدا في الخط الخلفي بتاعنا. فاصابه ياسر ابراهيم امبارح كانت اسوأ حاجه في المباراه، وخاصه انت بتفقده في مدعكه انت داخل عليه. فدلوقتي حاليا ما عادش عندنا الا رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، وربنا ينفخ في صوره محمود متولي اللي لسه حابب وقاعد في الجبس وحابب الجبس. فربنا يلطف فينا الفتره الجايه. الحاجه الثانيه، الجون اللي احنا جبناه امبارح كان وقت مثالي جدا ان انت تجيبه وتعاقب مدياما على الفرص اللي هم اهدروها لولا تالق مصطفى شوبير. وفي نفس الوقت يعني لمه مودست حلوه وراحت لحسين الشحات بدون اي فزلكه في المباراه، قدرنا ان احنا نشد اللحاف وناخد 3 نقاط ونحقق الفوز بتاعنا في غانا ونتصدر في المجموعه. ومستنيين بقى يانج افريكانز او شباب بلوزداد النهارده، واللي يكسب فيهم احنا نتاهل معاه رسميا ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله نحسم التاهل عندنا في او نحسم صداره المجموعه عندنا في القاهره مع يانج افريكانز. امبارح اطمنا على اسامه ابو علي، شارك دقائق قليله جدا، لكن بص مستقبل الهجوم الاهلي هيبقى بخير ان شاء الله، وفي نفس الوقت هيبقى عندك منافسه قويه. امبارح اسامه ابو علي نازل بيضغط على المدافعين، واحنا مفتقدين الحته دي، يعني مهاجمين كتير جدا، يعني انت محتاجه. وهيبقى عندك وفره، وهيبقى عندك بقى حيره مع كهربا مع مودست، ان شاء الله وسام ابو علي هيركب القطر. فالحاجه التانية برضو، رضا سليم لما نزل امبارح انت برضو حسيت برتم عالي، وبدا يعني تاني مباراه بيشارك برضو بعد الاصابه، فداخلين مدعكه زي ما بنقول، محتاجين كل واحد مقاتل. امبارح برضو يعني تقدر تقول مروان عطيه كان غايب في المباراه، لكن شارك كريم نيدفيد مكانه وظهر بمستوى كويس جدا. خد انذار مجاني، لكن زي ما بنقول بعيد جدا كريم نيدفيد عن المشاركه بسبب الاصابه. وبرضه عوده السوليه اللي كان تايه جدا الشوط الاول، لكن الشوط الثاني فرق كتير جدا معانا، والاسيست بتاعه ادانا احنا نتقدم في المباراه. فعم كولر محتاجين منه الفتره الجايه يركز على السلبيات اللي كانت ظاهره في المباراه امبارح. الخط الخلفي بتاعنا ما كانش موجود، لولا ياسر ابراهيم شال كتير جدا ورا محمد عبد المنعم، وربنا كرمنا وان احنا نقدر نكسب المباراه ديت ونعدي منها. فشاكرين لعم فايلر على يعني مدرب حراس المرمى اللي خلى مصطفى شوبير يظهر يعني شكل مختلف تماما، وان هو كان متمسك بمصطفى شوبير وما نلبسش محمد بسام، فده راجل يشكر عليه. وفي نفس الوقت يعني اختيار ممتاز جدا ان هو يفضل محافظ على مصطفى شوبير. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يكون عندنا قذاره تهديفيه اكتر، الريتم بتاعنا يعلى، نبدا نحافظ بقى على دخولنا للدوري مع بلديه المحل يوم الثلاثاء ان شاء الله، وان احنا نرجع نستعيد الصداره بدري بدري كده ونحسم مباراه الدوري. وجمهور الاهلي متعطش للبطولات السنه دي، وعندنا بقى بطوله مع الزمالك في السعوديه. نتمنى ان شاء الله التوفيق يكون من نصيبنا، وفي نفس الوقت نستعيد ياسر ابراهيم اللي هيكون يعني خساره كبيره جدا لو افتقدناه الفتره الجايه. نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل ليه، نتمنى ان شاء الله التوفيق للاهلي، نتمنى من عم كولر ان هو يسعد جمهور الاهلي.